عارفين البنات اللي على طول نضيفة وريحتها حلوة وبتحسوا إنها طول الوقت لسه طالعة حالًا من الShower دي، وبتفضل الريحة الحلوة ثابتة فيها، وكل ما حد يقرّب منها يشم ريحة حلوة أوي؟ وليه إحنا بناخد نفس الShower كل يوم ومش بتفضل الريحة الحلوة دي ثابتة في جسمنا؟ في الفيديو ده هاقول لِك تريكات وخطوات تاخدي بالِك منهم وأنتِ بتعملي الShower بتاعِك، وكمان طريقة الlayering أو التعطير اللي هتعمليها بعد الShower اللي هتخلّي ريحة الShower ثابتة في جسمِك 48 ساعة. وهاي يا حلوين عاملين إيه؟ أنا علياء ودي الYouTube channel بتاعتي، مبسوطة إن كل يوم قناتي بتكبر بيكم، وكمان حابة إن أنا أرحّب بالناس اللي موجودة عندي من أول ما بدأت، وكمان بالناس الجديدة. كالعادة وزي كل فيديو هاتي حاجة تشربيها علشان تستمتعي وأنتِ بتتفرّجي على الفيديو، كمان ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعّلي زر الجرس، تعملي لايك وتبعتي الفيديو لأصحابِك علشان يستفادوا، ويالّا نبدأ الفيديو. آدي العِدّة أهي، بس ما تتخضّوش الموضوع بسيط وهاقول لكم بدايل لكل حاجة. تعالوا نبدأ ونسمّي الله ونبدأ بالخطوة الأولى وهي الShower. الShower بتاعِك لازم يكون خليط ما بين التنضيف، إن أنتِ تنضّفي الجلد وتشيلي فعلًا البكتيريا اللي موجودة عليه، وكمان إن أنتِ تعطّريه، يعني كمان تستخدمي حاجة مُعطِّرة في نفس الوقت تدّي الجسم ريحة حلوة وريحة منعشة كده. هنستخدم إيه الأول في الShower بتاعنا؟ كخطوة أساسية وأولية باحب أستخدمها أوي في تقشير جسمي مرتين في الأسبوع هو غسول فيه ساليسيليك أسيد. لو أنتِ بشرتِك دهنية وبتستخدمي فيه غسول ساليسيليك أسيد، استخدمي غسول بتاع وشِّك على بشرتِك عادي، على الunder arm كمان وللأماكن الحساسة البيكيني يعني. الساليسيليك أسيد بيقشّر بطريقة حلوة أوي الجلد، وبالتالي لو عندِك اسمرار في الأماكن دي هتلاقيه راح مع الوقت. فأنا باستخدم مرتين في الأسبوع بس الغسول بتاع الساليسيليك أسيد بتاع بشرتي. هنيجي لخطوة إن أنا ما باستخدمش غسول فيه ساليسيليك أسيد يا علياء وما معيش فلوس إن أنا أجيب. في صابونة هاحط لِك صورتها هنا رخيصة أوي، أوي، برضه موجودة في كل مكان وأعتقد موجودة في الصيدليات، فيها ساليسيليك أسيد استخدميها عادي مرتين في الأسبوع، تحل محل الغسول عادي جدًا. طيب نستخدم إيه كمان كل يوم بقى؟ كل يوم هتستخدمي حاجتين، الشاور المُعطِّر بتاعِك عادي أو صابون الدوف، الاتنين دول حلوين أوي، أوي، ولكن هُم ترطيب بس، يعني بيغسلوا الجسم بشكل خارجي مش بينضّفوا الجسم. باستخدم إيه بقى علشان نشيل البكتيريا؟ هتستخدمي الصابونة دي أو الغسول ده، تجيبي أي واحد منهم من الصيدلية قبل ما نحُط مُعطِّرات وdeodorant ونحُط body splash وperfume لازم الأول نشيل البكتيريا اللي موجودة على جسمنا. ميزة الصابونة اللي أنا هاحطها لكم هنا أو الغسول مضاد للبكتيريا بس. نيجي للخطوة التانية وهي خطوة ما بعد الشاور، دي الخطوة المحببة لقلبي علشان أنا باقعد أجرّب وألعب وأحط ميكسات على بعض. في الخطوة التانية دي أنا باعمل إيه، أنا باعمل حاجة اسمها layering أو طبقات للروايح اللي أنا عندي أو للحاجات اللي أنا عايزة أحطها على جسمي. السر الحقيقي تقريبًا في اللي أنا هاقوله لكم دلوقتي، في طريقة الlayering أو الطبقات دي. بعد الشاور وجسمي لسه مندّي، باحط على طول الbody lotion. تحذير يا جماعة ما تحطوش أي body lotion فيه عطور على جسمكم وأنتم عندكم جلد وِزّة أو لو أنتم كمان لسه عاملين shaving يُفضّل إن أنتم تستخدموا حاجات ما فيهاش عطور زي الshine body milk أو moist one body milk أو أي حاجة ما فيهاش عطور. مع الbody lotion باستخدم الbody splash لو الاتنين نفس الريحة تمام، ما عندكيش الاتنين نفس الريحة عادي جدًا استخدمي أي حاجة عندِك، حطّي body lotion ورُشّي فوقيه body splash بتاعِك. بعد الbody lotion استخدمي أي baby oil عندِك، بلانكي، جونسون، عندِك dry oil ما تحطّيش كتير ما تكتّريش الكمية. وبعد الbody oil حطّي حاجة من دول، عندِك من حامل المسك ده مسك الطهارة تمام، ده حلو أوي موجود في كل الأماكن من 35 ل40 جنيه. عندِك مسك الأميرات ده زي perfume كده، ده مسك بالفراولة برضه موجود في أماكن كتيرة وموجود على نون، ده برضه مسك. أنا رُحت عند حد بتاع perfume اللي هو بيعملوا التركيبات وكده، وقُلت له إن أنا عايزة مسك بالرُّمّان، الإزازة دي تقريبًا كانت عاملة 50 جنيه وبرضه يعني حجمها كبير وقعدت معايا كتير. أمّا لو لقيتِ ده فده تحفة، 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 ده ريحته أقسم بالله كإنِّك خدتِ صابون الدوف كده ودهنتِ بيها جسمِك، ريحته جميلة أوي. أنا مش عارفة أصلًا هي دوف فعلًا الشركة الأصلية عملت ده والّا لأ، بس هو ما فيهوش عطور ومن جوّه رول كده بتحطّي على أماكن النبض، حرفيًا والله العظيم ده بيقعد باليومين في الجسم، أنا مش بابالغ. عايزة أقول لكم أنا مجرّد ما فتحت علبة دوف دي والله المكان اتملا ريحة صابون الدوف. زي ما قُلت لكم أي حاجة من دول تقدروا تجيبوها ومتوفّرة عندكم عشان في بنات كتير أوي بتقول لي إن إحنا مش لاقيين حامل المسك، فهاتوا أي نوع مسك عندكم وحطّوه. باقفل بقى بدي
على كل المرطبات اللي أنا حطيتها دي والbody splashes والperfume برضه دي ريحتها حلوة أوي، مستحيل ريحتِك 5 دقايق وتروح، ده أقل حاجة، أقل حاجة ريحتِك هتقعد معاكِ 6، 7 ساعات مثلًا. في نقطة كمان أنا كنت اتكلمت عنها في shorts على اليوتيوب برضه، إن أنا خدت شوية من الhighlighter على baby oil وحطيتهم على جسمي بيدّوا للجسم لمعة، بُصّوا أهو ده شكله، باحطه كده على الجسم وبادهنه وبيدّي للجسم لمعة جميلة أوي. هتجيبي الbody splash بتاعِك وترشيه من بعيد على الفرشة بتاعتِك، وتبدئي إن أنتِ تستني 5 دقايق كده الفرشة تنشف وتسرّحي بيها شعرِك، هتدّي برضه ريحة لشعرِك تحفة جدًا، بس يُفضّل إن الbody splash يكون ما فيهوش كحول برضه. آخر حاجة هاقولها لكم ريحة الجسم الحلوة بتبدأ من جوّه، عشان تقعدي أطول فترة ممكنة ريحتِك حلوة وجسمِك ما يفرزش ريحة عرق وِحشة، حاولي إن أنتِ دايمًا يكون مشروباتِك أعشاب زي اليانسون، زي مثلًا زي الشاي ده من أحمد تي، دي أعشاب بالتوت، أو مش لازم إن أنتم تجيبوا دي، ممكن تجيبوا شاي مثلًا أخضر، برضه الحاجات دي بتخلّي ريحة النَفَس وريحة الجسم حلوة جدًا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، أتمنى يكون عجبكم، وقولوا لي أنتم بتعملوا إيه بقى بعد ما بتخرجوا من الشاور علشان الريحة تفضل ثابتة فيكم أطول وقت ممكن، ما تنسوش تعملوا subscribe للقناة وتعملوا like للفيديو وتبعتوا الفيديو لأصحابكم علشان يستفادوا، وthank you for watching وbye.